يقول لك الفالنتاين ومش الفالنتاين، وبسببه اسعار الدبه اللعبه في مصر يقول لك وصل 3000 جنيه. 3000 جنيه ليه يا ابني؟ اللي بتحب مين؟ سعاد حسني؟ طب انت عايز تجيب دبه، واحنا لسه اهو فاضل البتاع بيقولوا الفالنتاين بكره. لو تلحق بجد خد اول طياره رايحه اثيوبيا او كينيا، الحتت دي هناك ممكن تاخد واحد ياخدك في غابه كده من الغابات ب $100 يساعدك تصطاد لك ايه 10 15 دبه. 10 15 دبه مش هتكمل الدبه كده مش هتقف عليك باكتر من 300 جنيه. دبه حقيقيه صاحيه بقى كامله على بعضها فرو بكله. تقول لي خطر ومش خطر، لا اقول لك لا، ما انت ممكن برضه بقى بمبلغ صغير. هناك في دكتور هناك بيطري في الشارع عندهم كده بكماشه يحقن الدبه تنام ويشيل لها طقم السنان وتاخد انت معاك السنان وانت راجع. هتقول لي خطر والدبه تموتني وبتاع، لا ما هي الدبه بقى ما هتتعصب عليك هتعضك ما فيش بعد خلاص هتلاقي ان هي مش عارفه تعمل لك حاجه زي عيل صغير كده بيعضعض فيك وانت عمال تضحك. انت ممكن انت كمان تتغصها، ده انت اللي تعضها هي اللي هتخاف منك. على كينيا كده خلاص انت الدبه تبقى ماشيه جنبك كده ما فيش ما دبه لولو، عارف الكلاب اللولو كده مش فاهم حاجه. طب هتوصل بيها بقى مصر هتديها الدبه دي. طب حلو جدا، هي بقى قرفتك في العلاقه تعمل ايه؟ ركب للدب طقم السنان خليه يعضها بجد وترتاح. هو الاهم من ده كله انت بتحب ليه؟ انت بتحب عشان اخر الحب ده ايه يا متخلف؟ عشان تتجوز؟ طب انت بتتجوز ليه؟ مش تجيب عيل؟ ما تكفل يا ابني يتيم، اكفل يتيم والله ويدخلك الجنه. ده في الاسلام وغالبا في كل الاديان هتلاقي في كده برضه. خلاص؟ هتقول لي لا انا عايز عيل من صلب يا حبيبي. يا ابني القصه دي اخرها ايه؟ انت في الاخر هتتجوزها وهتخلفوا عيل وبعدين هتتخانقوا خناقات جباره لحد ما واحد فيكم هيموت الثاني والعيل يتيتم واحنا نكفله وندخل احنا الجنه وتبقى انت خسرت دنيا واخره. فليه عايز عيل؟ انت عارف انا بعمل الفيديو ده من المطبخ جنب الثلاجه ليه؟ لان عيالي بره ما رضيوش يسيبوا لي الصاله 3 دقايق اعمل الفيديو عشان بيتفرجوا على الكرتون في التلفزيون. في شقتي التلفزيون اللي انا جايبه قاعدين على الكنبه اللي انا جايبها. يا ابني العيال والجواز والكلام ده انت بتتحول الى ضيف في مكان انت ملزم بالصرف عليه كاملا. ومن دلوقتي انا بقول شفت بقى بدل ال 3000 جنيه الدب دول خد صحابك واطلعوا تعشوا عشوتين حلوين ويومين جمال بعد كده واخر حلاوه محدش فيكم هيكلم التاني ولا يبعت له دبدوب ولا يتكلموا بعد ما تروح ورني لي لما توصلي ورني لي بعد الركعه الثالثه. مفيش الكلام ده خلاص فهمت؟